مفيش مخ فيش مخ فيش مخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم دائما موضوع الحلقة اليوم راح يكون عن النساء كمان مرة. الحلقة هي الابتسامة والنساء او فن الابتسامة والنساء. في مقولة جدا انا بحبها وبحب اذكر نفسي فيها، اللي هي I want to touch the heart of the world and make it smile، لتشارلي ديلينت. تشارلي ديلينت وكاتب لنوفلز بالمئات. الابتسامة هو فن مفقود إذا مش 71-91% من عدد النساء. ما بتلاحظوا علي إني دائما أنا مبتسم ومنشكح لكم، لأنه الابتسامة هي عبارة عن أكبر صلة تواصل بين الفرد والمجتمع. للأسف الشديد كان فن الابتسامة لسه ما وصل عند بعض النساء. يعني لساته كان مع مندوب ارامكس كان ماشي في الباص تبع ارامكس، وهو ماشي ضربت السيارة ومات، ولساته فن الابتسامة مع الزلمة هذا اللي مات الله يرحمه، ولهسه ما وصلهم. يمكن يوصلهم من نصيحة منكم له، نصيحة منك لأختك لصاحبتك، تنصحيها انه تفرد هالوجه المكشر. الله يسعد لها السحنة، الوجه المكشر هذا اللي اسنان اللولو تبين من الضحكة. الابتسامة على فكرة من اسهل ما يمكن. ولعلمكم يعني في شغلة معينة، الابتسامة تقريبا بتاخد نصف عدد العضلات اللي في الوجه هنا من التكشير. لما تكشري انت بتهلك العضلات تبعت الوجه اللي هون، بتهلكيهم هيك. بعدين بعد 4-5 سنين من زواجك بتحكي لزوجك انا كبرت. ما هو كبرت من التكشير اللي في وجهه، نكدتي عليه 5 سنوات، اثر عليكي في منح وجهك هذا اللي كلياته، اللي بدك تصير تعملي بوتوكس وفيلر للخدود اللي هون. لا، ليش هيك؟ انا بعطيك احلى طريقه، بدي اوفر عليكم العمليات كلياتها. ابتسموا، اضحكوا. هاي بنت مبتسمه وهي مكشره. شوف الفرق شاسع بين الابتسامه والضحكه. صدقوني يا صبايا يا بنات ويا خواتي، انه الابتسامة هي اسهل طريقة انك توصلي لقلب مين مكان، في انه يعني كنت بتحبي شخص قريب عليكي، شخص عزيز عليكي جدا، ابتسمي في وجهه بتاخدي اللي بدك اياه. انا مش طالب منكم يعني ابتسامة دوتشيني اللي هي اللي ما بيعرفها الابتسامة هاي اللي هي المنشكحة، الانشكاح ببين عليها. مش طالب. ابتسامة دافئة هي كثير 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 كويسة. اذا انك انت في محل او في لوكيشن وظيفي تواصلي مع الناس بكثرة، انا بحكي لك انه ابتسامة دافئة مش راح تضرك، بالعكس راح تخلي الطرف الثاني اللي هو راح يتواصل معك شو ما كانت وظيفتك، حكومية خاصة، لو شو ما كانت، تكون اسهل بكثير. ونصيحة اخيرة للمتزوجات، هاي نصيحة يعني من out of the record زي ما بيحكوها. اذا بدك اي اشي من زوجك، نصيحة تسأليش مجرب، انا مش مجرب بالزواج يعني، بس انه بحكي لكم يعني نصيحة لكم من ناس يعني اخذت تجاربهم. ابتسمي في وجهه واطلب الطلب، وصدقوني راح يجيك الطلب يمكن بعد شهر 2-3، مش مهم، بس ابتسمي في وجهه يا اخي، بركي حن عليك وجابك هالطلب يا اخي. اما تنكد وتجيبك الطلب، كيف صارت هاي؟ كيف يعني؟ مش عارف انا. بتمنى من جميع النساء اللي على الكون ابتسموا، لو شو ما كانت ظروفكم، لو شو ما كانت همومكم. الابتسامة هي اجمل صدقة فري ببلاش، ما راح تكلفك لا درهم ولا دينار ولا دولار ولا يورو ولا ين ولا مش عارف اكمل عملة في العالم على الارض، يعني ما راح تكلفك اي شيء. عمركم سمعتوا عن دوتشيني سمايل؟ بعرفش اذا لفظتها صح انا، بس ان شاء الله تكون صح. دوتشيني سمايل، جوجل دوتشيني سمايل، راح تشوف الابتسامة المنشكحة اللي هي بيقولوا انه يعني رجلين الغراب من كتر من انشكاحك هون بتبين كرجلين الغراب هيك. وهذا طبعا اكيد انا ما اتوقعش انه في انثى على العالم ضحكتها، يمكن غير بس تمثيل او التطبيق هذا. اللي
بصور نفسه او بتصور نفسها مبتسمة، هالابتسامة اللي هي دوتشين سمايل، وتكون فعليا تضحكها من جوا مش بس تمثيل. بصراحة راح نخلي هالصورة تذكار عنا للصفحة، وراح نعطيها اكزامبل لكل واحد او كل واحدة بتحاول تتعلم هالضحك في حياتها، بتحاول تتعلم الابتسامة في حياتها، ونذيعها على الشو، نذيعها على الشو هذا على اساس انه الشو بنبث على MBC 1 و 2. سبسكرايب، مش عارف هي هون ولا هون، سبسكرايب، لايك وشير. شير هون، شير، شير، سبسكرايب، لايك، شير، مش عارف، المهم سبسكرايب، لايك وشير، ونشوفكم على خير.